اهلا بيكم في فيديو جديد ووصفه جديده، وجايبه لكم معايا النهارده وصفه حكايه. جايبه لكم الشكلمه الجميله اللي انتوا شايفينها دي، من غير تعقيدات، من غير تكلفه، وسهله جدا جدا. حاجه جميله ومكوناتها سهله جدا وطعمها خطير جدا. ونقوله ايه قبل ما نبتدي الفيديو؟ اللي اول مره بيشوفني، انا اسمي سامي، واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبتكم الشكلمه لايك وشير، ويلا بينا على الوصفه. ومعانا دلوقتي بوله، ومعانا 200 جرام جوز هند، زي ما تحبي خشن او ناعم اللي تحبيه. وهنحط او كوبايتين بالكوبايه المعياريه، يعني 200 جرام يعني 7 اونز. شايفين جوز الهند عندنا اهيت، ريحتها حلوة مش مخززة ولا حاجة. وهنجيب نص معلقة ملح بالمعلقة بتاعت الصغيرة دي، وزيهم برضو نص معلقة فانيليا، وهنقلبهم قبل ما نحط عليهم اي حاجة. ومعانا اللي هو اللبن المكثف. ولو ما عندكيش لبن مكثف، الطريقة بتاعته سهلة خالص، انا هكتبها لكم وهقولها لكم دلوقتي. برضو بتجيبي لبن، كوباية لبن بودرة، كوباية سكر بودرة، نص كوباية مية تكون مغلية سخنة، وتحطيهم في الخلاط وتضربيهم على بعض، هيديك اللبن المكثف. شايفين سهلة قد ايه؟ انا هنا حطيت 3 معالق كبار، يعني نص العلبة، وهقلبهم على بعض. وهنا معايا ده بياض بيضة واحدة، وهنضربهم لحد ما يدينا القوام التقيل ده. شايفين تقيل قد ايه؟ مش بيقع من الكوباية حتى. بصي، وهنبتدي نزوده على جوز الهند على مراحل، مش مرة واحدة. ونقلبه بالراحة بخفة كده، نقلب بالراحة ونفرفره ببوز المعلقة. والجزء التاني برضو اهو، ونفضل نقلبه لحد ما يختفي البياض البيضة ده. شايفين شكله؟ لو انت البياض البيضة بتاعتك صغيرة، ممكن تستخدمي 2 بياض بيضة لو البيضة صغيرة. وهنجيب صينية فيها ورق الزبدة، ولو عندك ورق سيليكون بيبقى حلو قوي ما بيلزقش فيه. وهنجيب المعلقة دي نعاير بيها كده، او معلقة عادية، او المعلقة بتاعت الايس كريم. شايفين شكله اهو بالشكل ده. وهنعمل الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بنظبطها بمعلقة صغيرة تانية كده، وننزلها في الصينية. بيدينا كمية حلوة قوي. الكوبايتين جوز الهند بيدونا كمية حلوة قوي، بيدينا صينيتين. وهنجيب الاسباتيولا نساوي الجوز الهند اللي طالع ده علشان ما يتحرقش في الفرن. بصي بالشكل ده بتسويها. وبقى عندنا لا بنحط لها سمنة ولا لبن ولا دقيق ولا بيكنج ولا عسل كلوكوز، ولا نمسح الوش بعسل ولا اي حاجة. بجد طريقة سهلة جدا وموفرة جدا، وبتدينا نتيجة هايلة. يعني هما بياض البيض، جوز الهند، والسكر، يبقوا 3 مكونات، وسهلة جدا وبتديكي نتيجة جميلة قوي. ويكون الفرن عندنا على 325. ودلوقتي هنجيب بولة وهنحط فيها اللي هي الشوكولاتة ديت، هنحطها وتسيحيها يا اما على حمام مائي يا اما في الميكروويف. وفي الميكروويف 30 ثانية وتقفلي وتشوفيها تقلبيها. لو عايزة تاني حطي بالثانية يعني كده، علشان ما تتحرقش منك وتبقى غامقة قوي. وده جوز الهند بعد ما طلع من الفرن، شايفين جمال قد ايه؟ بياخد من 15 ل 20 دقيقة. ولو لقيتيه لازق على الورق بتاع الزبدة زي كده، بتجيبي مية وتمسحيها بصوابعك. بصي، تمسحيها بالشكل ده وتسيبيها ثانيتين كده، وتشيل الورقة، بتتشال بسهولة. بصي لو لزق منك. وتعالوا بقى نعمل الشوكولاتة، نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي معانا الشوكولاتة وهي سايحة اهي، وهنجيب جوز الهند وهنغطسها في الشوكولاتة، وهننزل الشوكولاتة الزايدة. بصي شكلها. وهنحطها برضو على ورقة الزبدة، بيبقى شكلها جميل وطعمها حلو جدا. يعني حاجة جميلة زي ما بيقولوا فاخر من الآخر.
بجد حلوة قوي. ومعانا كيس دلوقتي اللي هو الكيس مقفول نايلون اهو، عامل زي كيس الحلواني. هنفتحه ونتنيه لان هحط فيه شوية شوكولاتة صغننة قوي من اللي هي الشوكولاتة السايحة، وهزين بيها جزء من الشكلمة ده. شايفين بيبقى شكلها جميل جدا وطعمها حلو قوي، وياريت تجربوها. هنقطع شوية حتة صغيرة من بوس الكيس وهنزينها بالشكل ده. على فكرة شكلها أجمل بكتير من الصور. ودي شكلمة بتاعتنا بعد ما خلصت. شايفين جمالها؟ شايفين حلوة قد ايه وعطيانا كمية قد ايه؟ حاجة بجد حلوة قوي، مش مكلفة وسهلة ومش بمكونات كتيرة وما بتاخدش وقت. وشايفين جمالها قد ايه؟ عطيانا كمية قد ايه؟ ودي شوكولاتة من على الوش ودي من غير شوكولاتة على الوش، لكن كلهم فيهم الشوكولاتة دي. على فكرة النوع ده بيتباع غالي هنا، ولكن احنا عملناه رخيص جدا وبجد بجد هتعجبكم. انا عمري جبت لكم حاجة وحشة، جربوها وقولوا لي. بجد بجد طعم وريح